كنت طالعة بجري عشان أطلع عند أمي وأسألها على المصيبة اللي عملتها، اللي دمرت حياتي أنا وأختي. وساعتها فعلا طلعت على السلم عندها، لكني اتصدمت باللي اتخبط فيا لما كان طالع يجري. وساعتها وقعت على الأرض، واتصدمت إن هو جوز أختي، واتصدمت إن هو كان عند أمي وطالع يجري بالمنظر ده. ساعتها قمت بسرعة ودخلت عند أمي عشان أعرف إيه اللي حصل، لكني اتصدمت أول لما شفتها غرقانة في دمها ومرمية في الأرض. وساعتها أول لما قربت منها حصل مصيبة، مصيبة بجد، دفعت تمنها أنا وأختي، وكل ده بسبب أمي واللي عملته فينا. اسمي ليلى وسني 25 سنة، وحكايتي بدأت لما وقفت قدام ماما وقلت لها عشان خاطري يا ماما وافق بيه. أحمد ده إنسان كويس جدا وعنده طموح، وبكرة هيعمل حاجات كتير جدا في حياته، بس انت اديله فرصة ماما. عشان خاطري يا ماما، احنا معانا فلوس كتير، ليه ما تساعديهوش؟ لقيتها بتقولي عشان هتبقي رخيصة قدامه. احنا ازاي نساعده بس ونقف جنبه؟ هيسترخصك بعد كده، هيكون واخدك ببلاش وهيفرط فيكي بسهولة. انا خايفة عليكي يا عبيطة، ده انتي بنتي وما ينفعش ارميكي الرمية زي دي. قلت لها عشان خاطري، انا بحبه قوي يا ماما، سيبيني اختار، سيبيني اغلط، سيبيني يحصل معايا اي حاجة غير ان انا قلبي يتحرق وابعد عنه. ما تتكلمي يا خالته وقولي اي حاجة، قولي اي كلمة حنني قلب ماما عليا. لقيتها بتقولي امك كلامها صح، هي برضو خايفة عليكي، مش عايزاكي تكوني رخيصة قدامه، عايزة تغليكي يا حبيبتي. اسمعي كلام ماما علشان متقعيش وقعتي. اديكي شايفة اهو جوزي عمل ايه بعد ما وقفت جنبه. ساعتها جالي احباط جدا منهم وقلبي وجعني. دخلت اوضتي وانا زعلانة جدا، وطبعا عيطت كتير لان كنت خايفة ان هو يبعد عني، لان انا كنت بحبه جدا وما كنتش عايزاه اخسره. وفي الوقت ده لقيته بيكلمني، وساعتها رديت عليه وكنت بعيط. لقيته بيقولي بتعيطي ليه؟ ما تردي عليا، مامتك قالت لك ايه؟ قلت له ما رضيتش يا احمد، ماما ما وافقتش وقالت ان انت كده هتحسبني رخيصه علشان يعني هتاخدني ببلاش. لقيته بيقول لي امك دي افكارها متخلفه وانا ما بحبش الطريقه دي، وانا اصلا قلت لك بلاش، انا ليه اخطب واحده اهلها يساعدوني؟ والنوعيه بتاعت امك دي بقى كان ممكن تعايرني بعد كده. بصي يا بنت الحلال، انا كنت ناوي ادخل من الباب وحاولت اعمل محاولة، على الرغم ان انا كنت عارف ان الامور صعبة، بس خلاص كل شيء نصيب. ساعتها كسر قلبي قوي بالكلمة دي، قلبي اتكسر جدا في اللحظة دي، وما بقتش قادرة اثق في حد، وكنت اصلا مش عايزة اروح الكلية. واخدت وقت كبير جدا عقبال ما قدرت اتعافى شوية واكمل حياتي. لكن في الوقت ده نرمين اختي جالها عريس، وكان كويس جدا ومناسب ليها، كان باشمهندس، وهي كانت فرحانة بيه جدا، شكلها كانت معجبة بيه. وأنا وقتها كنت متغاظة جدا إنها تاخد اللي بتحبه أو حتى معجبة بيه. ودخلت أوضتي وأنا متضايقة، ولقيت ماما دخلت عليا ولقيتها بتقولي يخرب بيت جمالك يا ليلى، إيه الحلاوة دي يا بنتي؟ بنتي زي القمر ما شاء الله عليها. تعرفي صاحب العريس بره بيسأل عليكي، هو بيقول إن أنتي حلوة وإن هو عايز يشوفك مرة تانية. ساعتها قلت لها أنا صاحب العريس عايزني أنا أو عايزني في إيه؟ لقيتها بتقولي تعالي يا بت، ده عريس واعجب بك من اول نظره، غيري هدومك وتعالي بسرعه، البسي حاجه حلوه. وفي الوقت ده فعلا لبست هدومي وطلعت عشان اشوف مين ده، لاني ما خدتش بالي منه، اصل انا كنت مركزه مع العروسه وكمان العريس. ولقيته فعلا شاب كويس جدا، كان زي القمر، وده اللي خلاني اشاور لماما ان انا هديله فرصه. وفي الوقت ده اتقرت فتحتي انا واختي، واتخطبت وقتها لحازم، حازم اللي كان بيهتم بيا جدا وبيكلمني كل شوية. وكان حازم بيشتغل رئيس مجلس الإدارة بتاع الشركة بتاعت يوسف خطيب أختي، وكان أصحابه شغالين مع بعض. كانت أكتر حاجة مضايقاني وقتها إن حازم بيشتغل عند يوسف، وساعتها كنت حاسة إن هو أقل من خطيب أختي، وكانت دي الحاجة الوحيدة اللي مضايقاني. ده غير إن أنا ما قدرتش أحب حازم على قد ما هو كان مهتم بيا جدا، على قد ما أنا ما قدرتش أحبه. لكن في نفس الوقت أختي كانت فرحانة جدا مع خطيبها،
وكنت بتضايق جدا لما بشوفهم سعداء جدا مع بعض، وانا مش قادرة احب حازم. مش عارفة، ما كنتش قادرة حتى اتقبله، على الرغم ان هو كان انسان كويس. لكني كملت، وبعد التخرج اتجوزنا. ايوه، احنا الاتنين اتجوزنا مع بعض، وكنت المفروض ان انا اعيش سعيدة. لكني طول الوقت كنت بقارن جوزي بجوز اختي، اللي كان بيعمل لها حاجات اكتر بكتير من اللي جوزي بيعملها لي. ولقيته في يوم بيقول لي كفايه، كفايه بقى يا ليلى. هو انت ليه حاطه اختك في دماغك؟ ما تسيبيهم يعيشوا حياتهم براحتهم، احنا غيرهم وهما برضو غيرنا. هو انت ليه بصلهم دايما؟ ليه بتحاولي تقارنيني بيوسف على الرغم ان انا غيره، مع اني شغال وناجح ومبسوط جدا في حياتي؟ انت الوحيده اللي بتحبطيني. ساعتها قلت له ليه ما تبقى صاحب شركه زيه؟ لو كان معاك فلوس استقل عنه واعمل شركتك، هو احسن منك في ايه؟ لقيته بيقول لي مش احسن مني، بس انت اللي معتقده كده. هو صاحبي وحبيبي، وانا بحاول دايما اكون جنبه. وهو بصراحه كده صاحب الفضل عليا بعد ربنا، ان انا يكون معايا كل الفلوس دي. وانا عايزه احافظ على فلوسي، ولما اقدر اعمل شركه تانية هبقى اعملها. بلاش انت بس تزني عليا. وساعتها ما قدرتش اسيطر عليه، وده كان مضايقني جدا. وعدت الايام لحد لما عرفت ان انا حامل، وكنت مبسوطه جدا. بس اليوم اللي رحت فيه علشان ابلغ ماما وافرحها، اتفاجئت باختي هناك وبتقول لها برضو انها حامل. وكانت عماله بتحكي لماما قد ايه هي كانت سعيده في حياتها، وان جوزها كويس قوي وبيعمل لها كل اللي نفسها فيه. اتغصت جدا وقتها، وعملت لنفسي بجيب حاجات من المطبخ، وكنت سامعاهم وهما بيتكلموا. ولقيت ماما بتقول لها سيبيها على الله يا حبيبتي، ان كان ولد ولا بنت ده النصيب من عند ربنا. قالت لها ما ينفعش يا ماما، ابو يوسف قال له لو ما جبتش ولد هحرمك من الميراث. ده كان عايزه يعمل حقن مجهري علشان يعني يتاكد ان اللي جاي ولد. لكننا بقى ما لحقناش، وحملت طبيعي من غير عمليه. ما لحقتش اصلا اعمل عمليات. ساعتها قالت لها سيبيها على الله، وبعدين هو عايز يحرمه من الميراث، ما يعمل كده. كل واحد يا حبيبتي بياخد نصيبه. وما تزعليش يا حبيبتي على قدر لسه ما حصلش. اصبري، ويمكن تجيبي الولد اللي ينصرك على عيلة جوزك. وساعتها عرفت ان اختي محتاجة انها تجيب ولد علشان ياخدوا الميراث، يا اما كده يا اما حماها هيدمر لهم حياتهم. وفضلت ادعي وقتها ان انا اجيب ولد، وانها هي تجيب بنت. ايوه، كنت بدعي طول الحمل علشان ده يحصل، لاني كنت عايزة انتصر عليها وانها ما تكونش احسن مني. ايوه، اصلها اذا جابت الولد هتكون هي مفضلة اكتر مني حتى عند عيلة جوزها. وعدى الوقت وعدت الشهور، وانا ما بطلتش ادعي ان انا اجيب ولد واختي تجيب بنت. وعدت الشهور بسرعة لحد لما جه الشهر التاسع. انا وهي كنا زي بعض، بطننا كبيرة وخلاص على وش ولادة. وفي اليوم ده قلت لها، لقيت الرسالة على تليفون جوزي، انا شاكه ان هو بيبص لواحدة تانية. لقيتها بتقولي علشان انتي بصراحة كده دايما بتكلميه وحش، ودايما بتعامليه بطريقة مش كويسة، وكل لما بيقولك يلا بينا نسافر ما بترضيش وما بتحاوليش تقربي منه. كلمي راجل كويس، الراجل بيحبك وشريكي. وقتها قلت لها لو شاريني مش هيشتكي مني، ده كل شوية يشتكي لجوزك وكمان ليكي. انا كمان ما اقدرش ان انا اكون لازقة فيه كده، ما اعرفش اعمل كده. انا حتى ما بحبوش، ده انا حتى ما رضيتش اعمل سونار واعرف ان اللي في بطني ولد ولا بنت علشان خاطر ما اعملوش اللي هو عايزه. وبرضه في نفس الوقت مش عايزاه يكلم واحدة تانية. لقيتها بتقولي اعوذ بالله، هو انت ازاي جبارة كده؟ انا بقى ما عملتش سونار لان انا خايفة بصراحة، خايفة جدا كل حياتي تتقلب في لحظة لما اعرف اللي جوايا ايه. ان كان بنت حياتي هتبوظ، على الرغم ان انا بحب البنات ونفسي في بنت، بس الظروف هي اللي حكمت عليا. بقولك ايه، قومي اعملي لنا عصير، خلينا بس ابلع ريقي لاني تعبانة. في الوقت ده فعلا قمت اعمل العصير، وبعد ما خلصت دخلت على اختي بالعصير ولقيتها بتقولي الحقيني. قلت لها الحقيني انتي، الحقيني في المصيبة اللي انا فيها وشوفي لي حل مع جوزي. لقيتها بتقولي لا انا بتكلم بجد، انا فعلا بولد وجايلي اعراض الولادة.
واستغربت المنظر اللي كانت فيه، لكن في نفس الوقت جات لي فكرة ما تخطرش على بال حد. وفي الوقت ده صرخت بأعلى صوتي، لكن اللي دخل علينا فاجئني في الوقت ده. وساعتها لقيت ماما. أنا كنت عايزة أسيب أختي تقعد تصرخ وأعمل نفسي إن أنا كمان عندي أعراض الولادة وهنولد مع بعض، وكنت هسيبها بالمنظر ده وما كنتش هساعدها ولا أوديها حتى المستشفى. لكن للأسف ماما لما جت في الوقت ده طلبت لنا احنا الاتنين الإسعاف ورحنا المستشفى. ولأن ماما قالت لهم إن أنا فعلا بولد أنا كمان، عملوا طلق صناعي وساعدوني عشان أولد، وولدت أنا في الوقت ده. بس الغريبة لما فتحت عيني لقيت ماما بتقولي ألف مبروك، جبتي بنت زي القمر. ساعتها قلت لها طب وأختي؟ لقيتها بتقولي لسه قدامها نص ساعة لأن حالتها خطر جدا، ادعي لها يا حبيبتي. ساعتها اتضايقت جدا إن أنا جبت بنت، وقلت يوه عقبالك يا نرمين، يا رب تجيبي بنت زيي. وفي الوقت ده ماما كانت واقفة معايا لحد لما عرفت بعد كده إنها جابت ولد. وساعتها ما قدرتش أفرح لها، بالعكس قلبي كان وجعني جدا، لكنها كانت فرحانة هي وجوزها. وعدى الوقت وأنا كنت حتى ما برضاش أمسك بنتي، لحد لما جوزي في يوم من الأيام جاب واحدة إنها هي اللي تراعي الولد وهي اللي تعمل له كل حاجة. وساعتها قال لي أنت مش أم. ما اعرفش قلبي اتجحد كده ليه. وقلت له ما اعرفش، انا مش حباها، مش قادره امسكها. وقتها زعل مني جدا وما قدرش يسامحني على اللي انا عملته، لكني كبرت دماغي منه وطنشت وعشت حياتي. كنت بهتم بنفسي طول الوقت، وعلى الرغم ان انا كنت شايفه ان اختي سعيده اكتر مني، ودي الحاجه اللي كانت وجعاني لانها كانت بتحب جوزها جدا. وانا كنت عارفه ان جوزي في الوقت ده بيعرف ناس تانية، لانه ما كانش سعيد معايا. حياتي كانت صعبه جدا وما كنتش قادره اتقبلها، لحد لما حصلت حاجه غريبه جدا ما خطرتش على بالي. واليوم ده كنت تعبانه ورحت اعمل تحاليل في المستشفى اللي انا كنت بولد فيها، لكني اتفاجئت بالممرضه. كان شكلها باين عليه انها تعبانه ومتغيره جدا. وساعتها سلمت عليا ولقيتها بتقولي كويس ان انت جيتي، انا للاسف ما عرفتش اوصل لكم ولا كنت عارفه اي طريق ليكم. ساعتها قلت لها خير، ولقيت الست دي بتفاجئني بحاجه عمرها ما خطرت على بالي، وصدمتني وقالت ان انا اصلا خلفت ولد واختي جابت بنت وامي بدلتهم. ساعتها كنت مصدومه من اللي الممرضه قالته، ولقيتها بتقولي لان اكتشفت ان انا تعبانه. خفت اموت وانا شايله السر ده، لاني ما كنتش عارفه لما اموت ربنا هيحاسبني ويكون عقابي ايه. وساعتها سابتني ومشيت وانا مصدومه ومش قادره اصدق ماما عملت كده علشان المشاكل اللي كانت هتحصل لنرمين لو كانت جابت بنت. كنت متغاظه قوي وقتها ومش عارفه اعمل ايه. امي حرمتني من ابني، وكل ده لانها بتحب اختي اكتر مني وبتخاف عليها كمان اكتر مني. ومن كتر غيظي في الوقت ده اتصلت بجوز اختي وقلت له على كل حاجه. كان متعصب جدا وقتها، وانا كمان كنت عايزه انتقم من امي واشوف هي عملت كده ليه واروح اواجهها واخد ابني. وفي الوقت ده فعلا رحت عند امي، بس اتفاجئت بجوز اختي طالع من عندها. ولما دخلت عليها لقيتها سايحه في دمها، وعرفت ان هو كان بيحاول ينتقم منها، لكنها صعبت عليا في الوقت ده وما قدرتش ان انا اسيبها بالمنظر ده، اسيبها حتى تموت، لانها كانت امي وحاجه جوايا اتحركت ناحيتها. وطلبت لها الاسعاف وراحت المستشفى. وساعتها ما رضتش تبلغ عن جوز اختي وقالت ان في حرامي هو اللي عمل فيها كده. وانا كمان ما قدرتش اقول اي حاجه، لكنها وعدتني انها هتجيب لي ابني. وساعتها ماما اعترفت بكل حاجه وفعلا جابت لي ابني. لكن للاسف جوز اختي طلقها وكمان قعدت معاها. وانا كنت سعيده جدا في حياتي لان جوزي فرح جدا بالولد، لكن اختي كانت صعبانه عليا قوي. ده حتى ماما سامحتها بعد ما اتحايلت كتير عليا، وبقيت انا كويسه جدا معاها لاني حسيت بقلبها وانها اصلا ما كانش قصدها تضرني، لكنها اتعلمت من غلطها. اما اختي بقى فرجعت لجوزها مره تانية لما عرفت انها حامل، على امل انه يطلع ولد ويعيش سعدة. اما انا سعيده جدا بحياتي لاني رضيت بيها
كنت واقفة أنا وعريسي على باب شقتنا، وفي الوقت ده أول لما فتح باب الشقة دخلت بسرعة وقفلت ورايا. وساعتها قلت له مش هدخلك النهاردة، اليوم كله هقضيه في الشقة لوحدي، خليك بقى قاعد على السلم. لقيته بيقولي بتهزري معايا؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ افرضي حد شافني. أمي لو شافتني دلوقتي مش هتسيبك، دي احتمال تولع فيكي. افتحي بقى يلا وبلاش شغل العيال ده. وفي الوقت ده فتحت له ودخل، ولقيته بيقول لي طيب ان سبتك النهارده ما بقاش انا. قلت له ماشي، ممكن تعمل اي حاجه حتى لو عايز تتخانق معايا، بس الكلام ده بعد ما اكل، لاني جعانه قوي ما اكلتش ولا لقمه من الصبح. حتى امك ما عملتش حسابي في السندوتشات، الله يسامحها بقى. ادخل انت على الاوضه حتى غير هدومك، وانا هدخل المطبخ اجيب اكل، او انا هاكل الاول وبعدين اجيب لك اللي يتبقى مني بقى. وفي الوقت ده دخلت على المطبخ وانا كنت لسه بفتش في الاكل ولسه ما عملتش حاجه. فجأة سمعت عريسي بيصرخ، وفجأة حاجة وقعت في الأرض. في الوقت ده اتخضيت جدا، وعلشان كده جريت على الأوضة. واللي دخلت شفته في الأوضة عمر أبدا ما حد يصدقه. أنا ما كنتش مصدقة عيني من الصدمة. وفي الوقت ده لقيته واقع في الأرض، ومامته كمان واقعة بطريقة غريبة، دي حتى كمان كان لونها أزرق جدا. واللي حصل بعد كده بجد كان صدمة حياتي، وعمري ما كنت صدقه. والحكاية ابتدت من ايام ما كنت مخطوبة. وفي الوقت ده حصلت مصيبة كبيرة، وده لما ماما كانت بتعمل الاكل، وفجأة المطبخ ولع مرة واحدة. ايوه النار ولعت. وفي الوقت ده جريت انا وامي وطلعنا على السلم، وبدأنا نصرخ ونلم الناس. الشقة بدأت تتحرق قدامنا، واحنا لا قادرين نطفيها ولا قادرين نعمل حاجة، ولاننا ملناش حد تاني فضلنا واقفين في الوقت ده لحد ما النار اتطفت، وكمان خلاص كل حاجة كانت باظت. فضلت قاعدة على السلم انا وماما لحد لما جه خطيب علي، ولقيته بيقول لي حصل ازاي ده بس. ساعتها ماما قالت له فجأة كده الأنبوبة انفجرت مرة واحدة. أنا كويس إن أنا طلعت سليمة أنا وبنتي، الحمد لله يا بنتي ما تزعليش. وقتها قلت لها ازاي بس يا ماما، ده احنا كده كل حاجة اتدمرت معانا، وانتي كنتي هتعملي ايه دلوقتي؟ ده كفاية المعاش اللي بيكفينا بالعافية. لقيته بيقول لي ما تقلقيش ولا تزعلي، أنا جنبك، هو أنا برضو مش سند ليكي ولا ايه؟ قلت له انت كل حاجة بالنسبة لي يا علي، انا ما بحبش حد في الدنيا دي قدك بعد ماما يعني. لقيته بيقول لي يا ستي ماشي، بس انا دلوقتي خطر في بالي حاجه. كويس ان حاجتك موجوده في الشقه اللي هناك، وان انتي ما جبتيش شوارك على هنا. الحمد لله وربنا يعوض عليكم، وانتوا الاتنين هتيجوا تعيشوا معانا في بيت ابويا. ما انتي عارفه ان في شقه فاضيه اللي انا هتجوز فيها سالي ان شاء الله. ساعتها قلت له ان شاء الله. بس هنعمل كده ازاي يا علي؟ مامتك اكيد هتتضايق يعني ان احنا نروح. لقيته بيقول لي مالكيش دعوه، انا هحل الموضوع ده، وشقتكم ان شاء الله هتتصلح. صلحوها على مهلكوا يعني لما الظروف تتحسن. في الوقت ده رحنا هناك فعلا في الشقه، دخل وفتح لنا، ولقيته بيقول لي اقعدي بقى وريحي انتي ومامتك لحد لما اظبط لكم الدنيا هنا. هو اصلا في حاجات كتير في الشقه هتنفعكم، في سرير ودولاب والدنيا كويسه يعني، والشقه نظيفه زي ما انت شايفه، فان شاء الله تقعدوا فيها وترتاحوا. وانا هسيبكم دلوقتي علشان ورايا مشوار. ونزل ساعتها علي، وانا في الوقت ده قلت لها الحمد لله يا ماما، كويس ان حماتي ما قابلتناش على السلم ولا كلمتنا. لقيتها بتقولي وانا كمان مكسوفه منها، ما كانش نفسي يحصل كل ده، كان نفسي الدنيا تمشي معانا كويس. انا كنت ناقصه بس هصلح الشقه ازاي. وحتى قعدتنا هنا حماتك لسانها طويل، ده غير سلفتك كمان، دي مش هتسكت واول واحده هتتكلم، دي بتوقع ما بينك وما بين حماتك من غير حاجه. امال بقى لما تقعدي معاها في البيت هتعمل ايه؟ قلت لها يا ماما ما انا اصلا كده كده هتجوز في الشقه دي، فعادي يعني. كبري دماغك، احنا نصبر ونستنى، ودي تجربه. ايوه تجربه، كاني يعني اتجوزت وهشوف النظام هنا في البيت عامل ازاي. لقيتها بتقول ان شاء الله. قعدت وريحت انا وامي، وعلي بالليل عدى علينا وجاب لنا اكل احنا كمان، وسهرنا مع بعض وكنا بنتكلم. ساعتها علي هون عليا كتير قوي، لانه هو حبيبي واقرب واحد ليا، وكان كويس جدا معايا. قضينا اليوم كويس. بس تاني يوم الصبح خبطت حماتي ودخلت، وساعتها لقيتها بتقولي نورتوا البيت. ايوه نورتوا البيت، ده انا فرحت قوي ان علي اتصرف حتى لو من غير ما يكلمني. المهم ان انتوا تبقوا بخير، ولازم نقف جنبكم في حاجه زي كده. اتصدمت ساعتها من رد حماتي كانت طيبه جدا معايا، ورغم ان انا كنت بخاف منها من الاول من غير مشاكل ولا حاجه، بس عشان هي الست باين عليها انها قويه،
فانا كنت بعمل حسابها. لقيتها لطيفة جدا معايا وعمالة تهون عليا انا وامي، ولانها كانت جايبة فطار معاها قعدنا كلنا اكلنا مع بعض. وماما كمان كانت سعيدة جدا معايا. وساعتها بعد ما مشيت حماتي قلت لها الحمد لله يا ماما، شفتي حماتي طلعت كويسة ازاي؟ الناس بتتعرف فعلا في الشدة. انا مبسوطة جدا، مبسوطة قوي كمان. لقيتها بتقول لي ربنا يكرمك يا بنتي. قلت لها بس في حاجة، انا لازم اشتغل. ايوه لازم اشتغل علشان نصلح الشقة، امال هنجيب فلوس منين؟ ولا انت بقى ناوية تعيشي معايا بعد الجواز، ولا هتسيبيني اعيش براحتي؟ لقيتها بتقول لي قاعدة على قلبك. بس طبعا لا، هصلح شقتي وارجع فيها. ربنا يهنيك يا بنتي، انا راضية عنك، وان شاء الله الناس كلها ترضى عنك وتحبك. المشكلة ان بعد الكلمة دي انا وماما تعبنا جدا. ايوه تعبنا قوي، ومعدتنا وجعتنا، وبقينا داخلين طالعين على الحمام. كل شوية حد فينا يتوجع. اتصلت بعلي، ووقتها علي اخدني انا وماما على المستشفى. ووقتها عملوا لنا غسيل معدة، وكمان قالوا ان الاكل ما كانش نضيف اللي اكلناه. وقتها استغربت انا وماما، لاننا اكلنا من الاكل مع حماتي. اي نعم هي ما كانتش زينا، احنا اكلنا اكتر منها بكتير، بس برضه كانت من الاكل قدامنا، ودي الحاجة الوحيدة اللي احنا اكلناها. وفي الوقت ده ما جبت السيرة لعلي، وحتى غمست الماما عشان ما تتكلمش، لاننا كنا عايزين الموقف يعدي. وبعد ما خلصنا واخدنا المحاليل بعد غسيل المعدة، ساعتها لقيت علي بيقول لي انا اسف، اسف يا سالي، انا عندي شغل كتير قوي ومستعجل جدا، وعشان كده هوصلكم دلوقتي وامشي على طول. انا حتى هجيب لك الدواء والعلاج الباقي يعني لما اجي من الشغل. وقتها قلت له ماشي يا حبيبي، كتر خيرك، ربنا يكرمك في حياتك يا علي، انت احسن واحد في الدنيا، وربنا يديمك في حياتي. كنت سعيدة قوي بيه، راجل بمعنى الكلمة، وربنا كان بيعوضني بيه عن وجود بابا، بابا الله يرحمه. وساعتها حبيت الدنيا رغم كل المصاعب اللي بتحصل معايا دي، ورغم كل المصاعب اللي حواليا. بس لما يكون في حد في حياتك كويس وبيحبك من قلبه وبيهون عليك الدنيا، كل حاجة في الدنيا بتهون، وبتحس ان هو هدية ربنا بعتها لك علشان يرضيك. وفي الوقت ده لما وصلنا طلعت انا وامي على السلم لوحدنا. وهنا بقى كان دور سلفتي اللي كانت بتكنس السلم. وساعتها قالت يا فتح يا عليم يا رزاق كريم، هو انتوا جايين زيارة دلوقتي؟ ساعتها قلت لها احنا مش جايين زيارة، احنا قاعدين في شقتي اللي فوق. عايزة حاجة يا سماح؟ لقيتها بتقولي هعوز ايه بس منك؟ انت جاية تقرفينا ليه؟ هو احنا ناقصينك؟ هو انا كنت ناقصاكي وانت بعيد علشان تيجي تقعدي هنا؟ وبعدين لسه ما انش اوانك، ولا انت بقى عايزاه يجرب الجواز من قبل ما يتجوز؟ ساعتها قلت لها اخرسي، هي ايه قلة الادب اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ في حد يقول كده؟ طب انت عندك بنات، خافي عليهم، يمكن ربنا يقعد لهم الكلام ده في حياتهم. احنا شقتنا ولعت، وده اللي حوجنا ان احنا نيجي نقعد هنا قبل الجواز. بس انا اؤكد لك ان اصلا علي من كتر حبه فيا هيعجل موضوع الجواز، وانتي اول واحده هترقصي في فرحنا. في الوقت ده كانت متغاظه جدا، وكان باين الشر في عينيها، كانت بتكرهني من غير سبب. انا حتى كنت قليل قوي لما بشوفها. وساعتها لما طلعت قلت لها مالك بس يا ماما، خلاص كبري دماغك، لازم هنقابل اشكال من دي في حياتنا. لقيتها بتقولي تفتكر ان انا خايفه على نفسي؟ انا خايفه عليك انت يا بنتي، هتعيشي مع العقربه دي ازاي؟ دي شكلها مش هتسيبك في حالك. ردت سلفتي من تحت وقالت ما تلامي نفسك يا ست انت وهي، ولا انت عايزه تجيبي في سيره الناس؟ سامعاكوا على فكره، وانا بقى من النوع اللي ما بنساش، ومش هسيبكوا تقعدوا يومين حلوين حتى هنا في البيت. ودخلت وهبدت الباب بتاعها. وفي الوقت ده دخلت انا وامي الشقه، وساعتها لقيتها بتقولي انا خايفه عليكي قوي، خايفه عليكي منهم، احنا ما كناش عارفين حاجه واحنا بعيد. انا انصحك يا بنتي بلاش الجوازه دي، سلفتك دي مش هتهنيك على جوازتك ومش هتريحك، ورغم ان ما حصلش ما بينكوا اي حاجه هي بتكرهك لوحدها، يبقى ازاي هتعيشي معاها؟ وغير كده ما لفتش نظرك حاجه ان احنا تعبنا قوي بعد الفطار اللي طلعته حماتك وكانت قاعده معانا؟ ساعتها قلت لها ما هي اكلت معانا يا ماما، يعني معقوله هتخاطر بنفسها؟ اكيد في حاجه غلط يعني في الموضوع. لقيتها بتقولي لا يا بنتي، هي اكلت علشان قلبنا يرتاح، بس انا برضو مش مرتاحه لها، وبنصحك بلاش الجوازه دي، تعالي نشتغل انا وانتي لحد لما نجمع فلوس كويسه ونوضب الشقه اي حاجه كده، ان شاء الله نقعد على البلاط، يعني نقضي نفسنا باي حاجه، انا مش هضحي بيكي. قلت لها طب وعلي؟ علي بيحبني قوي يا ماما،
وكويس وراجل، وبصراحة اثبت ان هو احسن واحد في الدنيا. هينفع اغدر بيه بعد كل ده؟ لا يا ماما، انا عارفة ان روحه فيا ومستحيل اسيبه. سكتت ماما ساعتها، وبصراحة كان عندها حق. ولما جه علي عشان يبص علينا، دخلت انا هو البلكونة وقلت له: علي، النهارده كان في خناقة مع سلفتي، وحكيت له كل اللي حصل. لقيته بيقول لي مفيش فايدة فيها، سماح دي طول عمرها شر وعقربة، معرفش ليه مستقصداني من ساعة ما اخويا سافر كمان، وانا مش عايزة اتكلم معاها، لاني لو مديت ايدي عليها ووقفت لها هتحصل مشاكل كتير. ساعتها قلت له: طب ايه سر كرهها ليا؟ هي مالها ومالي؟ بتتغاظ مني ليه؟ لقيته بيقول لي: لان انتي اخدتي مكان اختها. قلت له: ازاي يعني؟ قال لي: بصراحة كده انا ما كنتش عايزة احكي، بس انا مضطر دلوقتي اقولك هي بتكرهك ليه. بصراحة كده، سماح كانت عايزاني اخطب اختها، وخلتها تقابلني كذا مرة في الشقة، بس انا بصراحة عشان اكون واضح اديت نفسي فرصة، لان ما كنتش لسه اعرفك، وقلت اتعرف عليها. بس صدقيني، لا قربت منها ولا كلمتها. كان الكلام كله واحنا بناكل يعني، او احنا قاعدين قعدة عائلية، احنا الاربعة، انا واخويا ومراته وهي، والبنت اختها دي انا ما حبيتهاش. وعشان كده سلفتي كانت زعلانه ان انا رفضتها وخطبتك انتي بعد كده، وعلشان كده بتكرهك. فعلشان كده اقطعي الكلام خالص معاها، ولما تيجي تتخانق معاكي ما ترديش عليها، علشان خاطري انا عايزك تعملي كده لحد ما تتجنبي شرها. ولما تتجوزي وتبقى معايا في نفس البيت، انا هعرف احط حدود معاها. ولما يجي كمان جوزها من السفر، ليا كلام تاني معاه. في الوقت ده سمعت كلامه وسكت، وعديت الموقف، وعدت الأيام، وأنا فعلا كنت بشتغل أنا وأمي، علشان كنا عايزين نصلح شقتنا وما نتقلش على حد، وكمان بمعنى أصح علشان نبعد عن حماتي وسلفتي ونتجنبهم تماما. رغم إن اللي كان بيحصل العكس، كانوا بيعرفوا مواعيدنا وكانوا برضو بيضايقونا، بالذات أنا. حماتي كانت غريبة جدا، بتتكلم معايا كويس قوي، لكنها كانت بتعمل حاجات ما تخطرش على بال حد، بس من غير ما حد ياخد باله، ولا حتى انا امسكها عليها. زي موضوع الفطار ده، حصل منه كتير قوي بعد كده، لدرجة ان احنا قعدنا ايام كتيرة قوي ما ناخدش منها لا اكل ولا شرب، ونعمل احتياطاتنا منها. اما بقى سلفتي فكانت عمالة بتعير فيا، علشان يعني احنا على قدنا انا وامي، وهي اهلها بتوع دهب، فعلشان كده كانت شايفة نفسها وعمالة بتذلني في الراحة والجاية. كان كل اللي بيهون عليا الكلام ده كله علي. علي كان كويس وكأنه هدية بجد، وكان محترم معايا، وبيعمل لي كل اللي انا عايزاه، وشايلني من على الارض شيل. وعلشان كده ما كنتش حابة ان انا اسيبه او حتى افرط فيه. هو كان الحاجة الوحيدة اللي بصبر عشانها. وعدى الوقت لحد لما شقتنا اتصلحت ورجعت انا وماما فيها. في الوقت ده علي كان بيجهز برضو حاجتنا، وكان بيجهز الشقة عشان نتجوز. ويوم الفرح بقى كنت فرحانة قوي وطايرة من الفرحة، برقص وانا سعيدة ومبسوطة، لدرجة ان انا ما كنتش شايفة الدنيا من حواليا. حبيبي قدامي، وخلاص اتجوزنا ومبسوطين. وفي الوقت ده واحنا في الفرح، قلت له: علي، هي مامتك راحت فين؟ اصلها بقالها فترة كده مش باينة ومش بترازي في حد. ساعتها لقيته بيقول لي: يا بنتي تلمي دي امي، بس مش عارف بصراحة هي راحت فين. يمكن بقى ما قدرتش تمسك نفسها وبتعيط عشان انا هتجوز. قلت له: ما احنا نسكن معاها في نفس البيت، ايه بقى لازمته الحركات دي؟ وبعدين سلفتي سماح ما بطلتش انها تكشر وتشتم في الناس وتعمل مشاكل طول ما هي قاعده. وبعدين يا علي، خلص الفرح ده بقى وخلينا نروح. لقيته بيقول لي: خلاص، نصايه كده وهقفل الفرح ده واجري بيكي على البيت. وفعلا بعد ما فرحنا قوي، رحنا عند شقتنا احنا الاتنين، ونسينا الدنيا كلها بحالها، وهزرنا وضحكنا. وانا دخلت المطبخ وهو دخل الاوضه، ولما دخلت عليه هو ومامته، اتصدمت اتصدمت صدمه كبيره قوي لما شفت مامته مزرقه. وانا في الوقت ده فوقته بالعافيه بعد المنظر اللي شافه. وساعتها طبعا طلبنا الشرطه، اللي جت وحققت في الموضوع، لان حماتي كان في ايديها لفه غريبه قوي. بس انا قلت لعلي بلاش نمسك اي حاجه، لان كان في سر اكيد ورا موتها ده. ولما جت الشرطه وحققت وشافت كل حاجه، عرفوا ان كان حماتي في ايديها عمل عايزه تحطه لنا في الشقه. ولما فتشوا في كل حاجه في الشقه، واخدوا ساعتها كوبايه الميه والازازه اللي كانوا على الكومودينو، وطبعا شالوا الجثه. وطبعا عريسي كان حزين جدا على اللي حصل، وفي مصيبه كبيره. وطبعا الشرطه حققت معايا
وكمان مع سلفتي وكمان جوزي. وكانت المصيبة كبيرة قوي لحد لما اكتشفت الشرطة إن الإزازة والكوباية كان فيهم سم. وبعد تحقيقات كتير وشك أكتر، الشرطة اتأكدت إن سماح هي اللي عاملة كده. أيوة، سماح بعد ما ضغطوا عليها في الشرطة اعترفت إن هي قبل ما احنا نيجي الفرح كانت سارقة طبعا نسخة من المفتاح، ودخلت حطت المية والكوباية على أساس يعني إن لما نشرب منها نموت. وكل ده علشان أختها ما اتجوزتش علي، وبالذات أنا. كانت عارفة إن أنا ممكن أكون أول واحدة هتشرب، وكانت عايزة تخلص مني. هو الغريبة بقى إن حماتي كانت داخلة تحط لنا عمل أنا وابنها علشان تدمر حياتنا، بس هي شربت من المية اللي كانت على الكومودينو، وعلشان كده ماتت. أنا وجوزي كنا مصدومين من اللي قاله لنا الضابط، وساعتها كانت ضربة كبيرة على دماغ جوزي. بصراحة كانت صدمة كبيرة. في الوقت ده سلفتي طبعا اتقبض عليها، ده بعد ما هربت لما عرفت الحقيقة. أما بقى علي ففضلت جنبه لحد ما عدى من المشكلة والمصيبة دي، مع إنها كانت لسه مأثرة عليه. بس دلوقتي احنا بنحب بعض وعايشين حياتنا، والشر كله مات، لأن ربنا ما بيرضاش بالظلم والشر. والإنسان الظالم مهما كان قوي لازم هيكون ليه نهاية، نهاية من عمله اللي عايش بيه. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.